بالنسبه للحصيله ديال هذا الموسم الحمد لله حنا راضين عليها لان حصيله مشرفه. تخللت عده مشاركات في بطولات محليه. الحمد لله حققنا نتائج ايجابيه اللي كترضي لا الوليدات ديالنا لا الاباء ديالنا لا الطموحات ديال الاداره. الحمد لله تحصلنا على المرتبه الخامسه في الدوري ديال محمد الدوري ديال اكاديميه محمد السادس لكره القدم كاول مشاركه. هذا الشيء ماشي بالساهل. كنتمنى ان شاء الله نحققوا نتائج ايجابيه افضل. الحمد لله الحاجه اللي مطمئنانا هي الوليدات عندنا تيقارنوا ما بين تيوازوا ما بين الدراسه والرياضه، وهذا هو الاهم اللي كنركزوا عليه، لان كره القدم كما تنقولوا ما غاديش تسالي، وانما الموسم الدراسي عنده واحد الفتره وجيزه كنحاولوا ما امكن ان دوك الوليدات ناطروهم باش يتشعروا كضرب على اساس كره القدم وفي نفس الوقت الدراسه. الحمد لله الاباء متساعدين معنا، الوليدات عاجبهم الحال. هذا هو المهم. ملي كتشوف هذا تبارك الله الحضور هذا ما كيدل على ان والاباء والامهات راضين علينا وراضين على داك الشيء اللي كنديروا في خاطر الوليدات وداك الشيء اللي كنوجدوا لهم. والطموحات ديالنا ان شاء الله بالنسبه للموسم المقبل ان شاء الله عندنا واحد المشاركه خارجيه، هذه حصريا تنقولوها اليوم. يلا غادي نعلموا بها الاباء. وهذا الحمد لله بغيناها ما تكونش الاولى والاخيره. غنمشيو نعطيو واحد الصوره جميله على لي سترسلا كيف ما قدمنا منتوج زوين هذا العام والعام اللي الموسم الماضي. ان شاء الله غنحاولوا نخليو الصوره ديالنا في ابهى حله باش ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديال الاباء والامهات والوليدات ان شاء الله. بالنسبه للحضور ديال اللاعبات المنتخب الوطني كما كتلاحظ يعطوا واحد الحافز كبير للوليدات، وهذه ماشي اول مره كيشرفونا. كنبغي نشكرهم من هذا المنبر جزير الشكر. بالنسبه لهم هذا الحضور ديالهم كما قلت لك كيعطي واحد الطاقه ايجابيه للوليدات وكيتموتيفاو. لما لا حتى حنا واحد النهار جمعيه الاسترسال يخرج منا لاعب او لاعبه ويكون في المنتخب الوطني ان شاء الله، وهذا شرف لينا. السلام عليكم. اولا كنبغي نشكر سي مول عريف على الاستضافه. هذه ثاني مره كنحضر في هذه المناسبه هذه اللي كتشجع المواهب الصغار باش يكونوا مزيانين في لو فوت. انا فرحانه بزاف بالتواجد ديالي هنايا، ونتمنى نكونوا خفاف على قلوب الدراري هذو.